السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي الورق عنب على اصوله. يلا بينا نشوف المقادير سوا. هنا حطيت بصلتين من الوسط، وطبعا فرمتهم فرم خشن شوية، وحطيت زيت. وجيت بقى طبعا خليت البصلة تصفر، ورحت نازلة بأول هريسة شطة الحمرة دي، ونزلت بحبة صلصة طماطم خلاص عشان ايه تخلي الرز احمر. كنت ضاربه قوطه في الخلاط، حوالي كيلو وشويه طماطم يعني. هي طبعا كانت زياده شويه، طبعا انا شلت الزياده خلاص. وايه وقلبتها زي ما انتم شايفين، نزلتها على البصله بعد ما اصفرت. وايه، وهنا بحط بقيه الطماطم اللي كانت في اخر الخلاط يعني، اهو. بنزل بيها واغطي بقى، اسيبها تتسبك براحتها خالص. اول ما الزيت يطلع على وش الصلصة كده نعرف ان الصلصة بتاعتنا اتسبكت خلاص. هنا كانت خلاص قربت تتسبك، بوريكم شكلها. بصوا نقصت ازاي، شايفين؟ وهنا بوريكم الورق عنب كنا ايه، شلنا العنقود بتاعه ده، وايه ورتبناه زي ما انتم شايفين. كان هنا عندي حبة صلصة قبل كده، ورحت احطهم على الصلصة اللي بتتسبك بتاعة المحشي خلاص. هنا كانت اتسبكت خلاص، بقيت بديت انزل بالتوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره، وزي ما انتوا تحبوا يعني، وشطه برضه. خلاص التوابل دي على ذوقكم انتوا. وهنا كنت حاسه ان الزيت شويه، رحت نازله بحبه زيت، وابتديت ان انا اقلب كده. بقيت غسلت الرز وابتديت ان انا انزل بيه طبعا، وصفيته كويس من الميه. نزلت بيه زي ما انتوا شايفين. انا كنت خدت من الصلصه دي، حسيت انها كتير شويه، رحت خدت منها في الطبق اللي هناك ده على جنب، قلت عشان ما تبقاش كتيره زياده عن اللزوم خلاص. هنا بقى بندي تقليبة للرز على النار. انا بعمل كده يا جماعة، انا ما بطفيش على الطماطم واحط الرز، لا انا بديله تشويحة كده على النار مع الصلصة خلاص، زي ما انتم شايفين كده اهي. شايفين الخضرة طبعا قطعتها وصفيتها وغسلتها طبعا، ونزلت بيها زي ما انتم شايفين كده. بديها يا دوبك تكة بسيطة على النار برضو، والفها مع الرز على النار، وبعدين اطفي على طول خلاص. برضو بتفضل ريحتها في الرز وبيبقى طعمها جميل. شايفين اهو؟ بصوا رز احمر وجميل ازاي، ايه رأيكم بقى؟ يستاهل بقكم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بقى هندخل على الحشو. جبت العيدان كلها بتاعه الورق عنب، وحطيتها في الحله زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقطعوا هنا قوطه، تحطوا طماطم يعني في القعر، او ايه، بصل حلقات. بوريكم هنا طريقه الحشو ازاي، شايفين اهي. بمسك الورقه ومحطها كده، ومن الجناب وافضل ايه، الف الف الف. شايفين؟ طبعا انا الرز كان سخن قوي على ايدي اهو. شايفين بقى بمسك الورقه منين اهو؟ شايفين الشكل؟ بنلم كل كل الايه، البروز اللي طالعه في الورق عنب. زي ما انتم شايفين كل البروز بناخدها معانا ونلفها، بحيث ان الايه متبقاش في حاجه باينه خالص واحنا بنلف اهو. واحده كمان بعملها معاكم، شايفين اهو؟ اوريكم شكله. طبعا انا هكمل لوحدي بعد كده. كملت لوحدي، وهنا حطيت فلفل، كان في رز فات حطيت فلفل زي ما انتم شايفين كده. وادي الشوربه، عصرت عليها ليمونتين كبار خلاص، وحطيت عليها مكعب مرق الدجاج، وبنزل بيها وافضل اهز كده عشان الايه، الشوربه تنزل يعني ايه، تتوغل جوه المحشي. وبسيب بتاع صفين كده باينين، عشان طبعا مش عايزينه ايه، يعجن معانا. وهنا كان في حته سمنه بلدي حطيتها على الوش. وهنا خلاص كان استوى زي ما انتم شايفين. بصوا بوريكم رز مفلفل ازاي، بجد كان طعمه خطير. جربوه على طريقتي وان شاء الله يعجبكم. شايفين الجمال؟ هنا كنت بدور على الفلفلاية عشان احطها، عشان تدي منظر كده للطبق. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ يلا اتمنى ان شاء الله تجربوه يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.